بص، هو اول الطالب ما بيتسجل عندي بيدخل على الويب سايت بتاعت مانشستر، يسجل ويبقى كانه طالب في مانشستر. له حق يدخل على المكتبه وعلى الريسورسز كلها ويبقى معاه. لو بعدت عن القاهره وجيت في اسكندريه برضه مش ما بيروحوا اخر الدنيا بالظبط كده. فهو هيدرس عندنا وياخد شهاده ممنوحه من جامعه مانشستر سواء في الطب او الطب شهاده مزدوجه، شهاده مشتركه. دي بقى مشتركه بالشراكه. بس اتشرف الاول بحضرتك. انا دكتوره هلا مخلد، استاذ في كليه طب اسكندريه ومدير اداره الوافدين في جامعه اسكندريه. يا نهار ابيض، دي حاجه كبيره قوي يا جماعه، احنا واقفين قدام حاجه كبيره قوي. استاذ دكتوره، احنا بنتشرف احنا بنقابل حضرتك. حضرتك منورنا. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا فندم، الله يخليك. اسكندريه هتحس ريحه البحر داخله اللون الازرق. احنا جينا بالبحر والسقعه معانا اهو. اتشرف. انا دكتور مصطفى السقيلي، مساعد دكتوره هاله، مساعد عميد كليه الصيدله. يا نهار ابيض، انا يا جماعه ده عميد هيزوق، ده هيسجننا. اتشرف بحضرتك. ايناس فايز، اداره الوافدين جامعه اسكندريه. هو الوافدين دول هم جايين من دول العربيه؟ بره غير انتوا جايين مركزين على كده بس؟ لا عموما جايين مصر. طب ده انا في حفوه العلم يعني معايا الاساتذه الكبار يعني. طب قولوا لنا حاجه مميزه في معرض ايديوجيت انتوا بتقدموها عشان الناس تسمع. احنا النهارده طبعا بنعرض لجامعه اسكندريه الحكوميه وجامعه اسكندريه الاهليه. طبعا جامعه اسكندريه الاهليه تعتبر الابنه الصغرى لجامعه اسكندريه الحكوميه. مظبوط. اوكي، فاحنا النهارده جايين بنعرض البرامج المميزه في جامعه اسكندريه وجامعه اسكندريه الاهليه. كويس. طبعا جامعه اسكندريه فيها عدد من البرامج الخاصه المميزه وفيها عدد من الدرجات المشتركه والمزدوجه اللي اي طالب ممكن ياخدها في مصر بدل ما يسافر بره مصر. كويس. فاسكندريه الحمد لله يعني تحت قياده بقى رئيس الجامعه دكتور عبد العزيز قنصوه اهتم بالدرجات المشتركه. طبعا غني عن التعريف. طبعا اهتم بالدرجات المشتركه والمزدوجه مع الجامعات الاجنبيه اللي لها تصنيف عالي على مستوى العالم. يعني افهم من كده ان انتوا في الاهليه زي الخاصه بتعملوا بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدوليه الحكوميه كمان. احنا يعني جايين فده اللي بنسوق له في الحكوميه او الاهليه، الحاجات اللي لها بروتوكولات تعاون واللي لها درجات مشتركه. فاحنا مثلا عندنا في اسكندريه الحكوميه العاديه عندنا في برنامج تبع جامعه مانشستر بالشراكه مع مانشستر في الطب البشري وطب الاسنان. الناس ما تعرفش الحاجات دي. فاحنا جايين نعرف بقى للطلبه اولادنا المصريين بنقول بدل ما تسافر انجلترا تدفع مبلغ قد كده هناك، احنا عاملين بروتوكول تعاون ان انت مش هتدفع مبلغ كبير وهتدرس في بلدك وفي مصر وفي سكنك. يعني لو بعدت عن القاهره وجيت في اسكندريه برضه مش بيروحوا اخر الدنيا. بالظبط كده. فهو هيدرس عندنا وياخد شهاده ممنوحه من جامعه مانشستر سواء في الطب او الطب شهاده مزدوجه، شهاده مشتركه. دي بقى مشتركه بالشراكه بلائحه مانشستر كمان. طب وده بقى ميزه الشهاده دي، معلش انا بحتاج افهم عشان طلبه كتير بتسالني. الشهاده دي تديني ايه احقيه بره مش هنا؟ بالظبط. بص، هو اول الطالب ما بيتسجل عندي بيدخل على الويب سايت بتاعت مانشستر، يسجل ويبقى كانه طالب في مانشستر. له حق يدخل على المكتبه وعلى الريسورسز كلها ويبقى معاه. له حق ممكن ياخد يعني يدرس جزء هناك بس مش الجزء الاساسي عندنا. ممكن ترم مثلا حاجه كده يروح تدريب قصير او حاجه. في جامعات خاصه بتعمل كده وانتوا بتعملوا كده، دي حاجه حلوه قوي. حفله التخرج بتاعته يروح يحضرها مع زمايله الانجليز هناك عشان هو يعتبر كطالب زيهم زيه بس بيدرس في مصر او في اسكندريه. صح، حلو قوي. اول ما يتخرج بقى عايز ياخد الامتياز، حقه ياخد الامتياز هناك مع زمايله. عايز يعمل دراسات عليا، عايز يكمل بعد كده. طب الشغل بقى حقه هو هناك، هو خريجه دلوقتي في امتحان اللي هو اسمه زي البلاب او المعادله. كويس. هو دلوقتي الطالب هيبقى سهل عليه انه يعديه لان هو دارس بالمنهج بتاع مانشستر. بس هياخده هو حتى الانجليزي اللي هناك متخرجين بياخدوه. صح صح. فهيبقى سهل عليه لان تديله اولويه في الشغل هناك. هتديله اولويه طبعا. يعني الحاجات دي مهمه الناس عايز تعرفها. مثلا في القطاع الهندسي عندنا في مع جامعه اسكس وجامعه ويفل وفي فيرجينيا تيك عندنا دي درجات برضو مزدوجه بقى. دي درجات مزدوجه. طالب بيدرس عندنا جزء وجزء هناك عشان ياخد البكالوريوس او ياخد بكالوريوس وماجستير في نفس الوقت. حلو قوي. يعني يمكن ايناس تكلمي عن الهندسه اكتر. في جامعه احنا هنتكلم عن كليه هندسه بقى. جامعه هندسه فيها برنامج او فيها شهاده مزدوجه مع الويفل، جامعه الويفل في امريكا. أيوة. دي بيدرس سنتين عندنا هنا وسنتين في بره في امريكا. بياخد 2 بكالوريوس يعني سنتين هنا وسنتين هناك. ده مش ترم بقى، ده كميه كبيره. دي هناك دي حلوه قوي. في اللي عندنا مع اسكس عندنا بيدرس 4 سنين هنا يعني بياخد بكالوريوس. يعني انت جامعتين مع ويفل واسكس. الويفل في امريكا واسكس في بريطانيا. حلو قوي. فبياخد من عندنا هنا في اسكس بيبقى ال4 سنين بكالوريوس هندسه وبياخد سنه ماستر بيقضيها. حلو قوي. يعني كانه 5 سنين بيطلع بماستر. بالظبط كده. ده كلام كبير قوي يا جماعه. ده كلام ما فيش على ايامنا.
ايامنا. لا، احنا كنا مساكين. كلية الأعمال برضو عاملة شراكة مع اسكس مع بيس برضو ومع بواتيه. طب عايز اسال سؤال وعندنا بقى. طب فرنسي، احنا على فكرة الجامعة الوحيدة اللي في مصر اللي أيوة، فيها قولوا الطب كده، الفرنسي. طلعوا الحاجات أي الحلوة. خريج مدارس فرنسية في مصر أيوة. بيه في جامعة الطلبة اسكندرية، الفرنسية، الجامعات يدخلوا البرنامج الفرنسية. الفرنسي عندنا في اسكندريه في جنب البحر. طب عايز اقول حاجه، احنا انا بدرس امريكان دبلومه. أوكي. عندنا اشاعه والاي جي كمان، عندنا اشاعه بتقول ان في تنسيق داخلي في الجامعه. يعني انا جبت السكور المينيمم، يعني الاول نسال ايه المينيمم ريكويرمنت بتاع الامريكان دبلومه؟ لا تبع مكتب التنسيق مع لا، الأهلية. الأهلية انا بتكلم على الاهليه. هنعرف بقى الاهليه. احنا حكومية. لا انا فاهم، الحكوميه تبع مكتب التنسيق. غير نقطه التنسيق الحكومي، احنا على البرامج الخاصه اللي عندنا في الجامعه كلها بالظبط. يحق لاي طالب يجيب تنسيق حكومي في اي جامعه اللي هو حكوميه. الكريدت. احنا الجامعه كلها شغاله كريدت. لا بس مش في نظام كريدت ونظام عادي. لا احنا بنسميه برامج متخصصه بيسموه برامج متخصصه. اما كل البرامج الجامعات الثانيه بيسموه كريدت. اما كل البرامج عندنا في الجامعه بتخضع للكريدت اور سيستم. انتوا بنظام الكريدت عموما، لكن انت بتسمي اللي احنا بنسميه كريدت في الجامعات الثانيه بنسميه برامج خاصه، البرامج اللي هي الخاصة بفلوس يعني. بالظبط. برافو. البرامج الخاصه بقى يحق للطالب ما دام كام تنسيق اي كليه حكوميه انه يدخل البرنامج. ايوه انا فاهم دي. يعني مش ليها تنسيق لوحدها، هي نفس تنسيق الحكومه. بس لو ما جالوش تنسيق اسكندريه، لو ما جالوش تنسيقه على اسكندريه بمجموعه اقل في واحده من الجامعات الاقليميه بيحول على البرامج الخاصه مباشره. على البرامج الخاصه، ما يروحش العام. انا عارف. يعني لو البرنامج الخاص مباشره. صح، دي انا عارفها. بنها مثلا ممكن يعني مثلا يحط رجله في طب ويحول على البرامج الخاصه. دي انا كنت عارفها. طب نسبه الحكومه عندكم الامريكان والاي جي هي 5% صح؟ هي 5%. ماشيين عليها يعني. مفيش حاجه بقى في اشاعه. اسكت انا بتعذب. اشاعه الاهالي بما ان احنا مع الحكومه من الاول قبل ما نروح على الاهليه، يقول لك مفيش طلبه امريكان بيخشوا الحكومه. لا زي عندنا في الطب اسمعوا عندنا في طلبة طب كتيرة فيها من امريكان دبلومة. طلبه عاديين مش مفطار. لا مش جايين بلاستيك يعني. اصل تيجي الام تقول لي ايه الامريكا ما بتدخلش حكومه. شفتي لا طبعا احنا يعني عندنا في صيدله مثلا نص الطلبه اللي في البرامج المتخصصه طلبه اي جي وامريكان. نسمع اهو دكتور الطلبة تقريبا دكتور مصطفى استاذ كليه صيدله. نص الطلبه تقريبا في البرامج المتخصصه جايين من امريكان او اي جي. طبعا موضوع البرامج الخاصه عايز يدخل حاجه شويه بفلوس. بس المقصود ان هو الطالب ده جاب سكور الجامعه. جاب سكور الجامعه. ايوه ما هو دي طبعا مشكله. في طلبه بتستنى على البرنامج العام يعني بالظبط. طبعا انا فاهم. بس احنا عندنا اشاعه قاتله. احنا بقى انتوا مش حاسين بينا. عندنا الام تيجي تقول لك ايه معلش يا مستر ايمن قالوا لي الامريكان ما بيدخلش حكومه. اهو رسمي فهمي نظمي. انتوا ناس زي العسل. نورتونا.